السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ النهارده احنا مش هنطبخ بقى. النهارده اشترينا مشتريات الشهر وجايين بقى ايه نعرضها ونشوف الاسعار ايه وعامله ايه واخبارها ايه، عشان في حاجات طبعا انتوا عارفين اللي بتغلى، وفي حاجات يعني الحمد لله زي ما هي. ففي حاجات غاليه اوريها لكم، وفي حاجات يعني حلوه معقوله سعرها حلو. اول حاجه بقى معاكم كده هي طبعا جبناها اللي هي جبنات. الجبنات دي طبعا اساسي في كل بيت، لازم تتحط في الثلاجه تبقى موجوده يعني مفيش غنى عنها. طبعا الجبنات دي اول حاجه زي ما قلنا مع بعض كده، دي جبنه نوعها سلطه جبن بالزيتون. فبصراحه احنا جربناها قبل كده، طعمها جميل قوي وحلوه يعني، وسعرها معقول. يعني سعرها كام مخلوط؟ 125. دي ب125 الكيلو. فطبعا الكيلو ب125 يعني حلو مش وحش بالنسبه للاسعار اللي احنا فيها دلوقتي. في حاجات حلوه وفي حاجات يعني غاليه. طبعا الجبنه دي زي ما انتم شايفينها شيدر مبشور زي ما انتم شايفينها كده اهي. دي برضو بصراحة أنا بروح هناك بستعملها، فالنوعية دي حلوة قوي. بكام دي يا خلود؟ 60. دي ب60. فطبعا سعرها دي حلو مهوز يعني. ففي حاجات زي ما قلنا حلوة سعرها حلو، وحاجات يعني سعرها غالي. ممكن تعملي صينية بشاميل وتحطي عليها من دي حلوة يعني، بالنسبة لسعرها تجيبي وتحطي. طبعا دي في متناول الجميع، فكل يعني ما تجيبي صينية مكرونة بشاميل وتحطي عليها فحلوة يعني. تعملي كريب فطبعا بيتحط فيها، فبرضه طعمها هتدي طعم حلو. فتالت حاجة دي اللي هي الجبنة الموتزاريلا زي ما انتم شايفينها. هي دي بقى ايه يعني سعرها غلا شوية 200. فدي سعرها 200 كيلو ب200. فدي طبعا حلوة وجميلة. فممكن برضه هتعمليها على نفس الحاجة، على مكرونة بشاميل على كريب. لو عملت فطيرة وحطيتي عليها برضه يعني اللي هي النوع اللي بيتمط معاكي، فنوعية جميلة قوي برضه دي. فدي الجبنات دي طبعا أساسية في كل بيت، بتحطيها في التلاجة، وطبعا لو مش قادرة تنزلي أو أي حاجة بتبقى موجودة عندك يعني. بعد كده بقى الحاجة طبعا التانية اللي لازم لا غنى عنها برضو، لكن طبعا الخضار بقى طبعا انتوا عارفين وقت الغداء لو ممكن تجيبي اللي هي المجمدات دي برضو حلوة قوي وتستعمليها وسهلة وبسيطة. فدي طبعا بزلة بالجزر. دي سعرها 29. دي بزلة بالجزر سعرها 29. فبرضو نوعية حلوة أوي جميلة زي ما انتوا شايفينها. دي حاجة. تاني حاجة اللي هي الملوخية. طبعا الملوخية دلوقتي مش موجودة، فبصراحة المجمدات دي بتغني يعني. فطبعا لسه، وحتى لو موجودة ساعات انت بتبقي مستعجلة ومش لاحقة تغسليها وتقطفيها وتخرطيها وتعمليها، الحاجات دي كلها بتبقى عايزة مدة. فدي سهل أوي استعمالها يعني. فبتجيبيها 21. دي ب21. 21 جنيه سعرها برضو حلو مش وحش يعني. زي ما قلنا في حاجات سعرها حلو وفي حاجات غلت شوية. دي طبعا ملوخية بس دي نوع تاني بقى يعني، دي نوع ودي نوع. انا كنت جربت دي فبرضه دي حلوه قوي، بس انا ما جربتش دي فانا قلت برضه نجرب النوعيات يعني. دي ب16 ودي ب21. فنوعيات يعني شكلها يعني دي حلوه انا جربتها، ودي لسه هنجربها. ثالث حاجه طبعا لا غنى عنها، هو اكتر الحاجه بصراحه يعني لا غنى عنها، الناس كلها بتستعملها موجوده في كل بيت يعني. السكر ده نوعيته حلوه، اللي هو السكر الناعم ما فيهوش مش خشن، فده حلو قوي يعني. 28. ده ب28 جنيه. بعد كده اللي هو الدقيق بقى. الدقيق ده نوعيته برضو جميلة قوي زي ما انتوا شايفينه. ده بقى دقيق يعني فاخر وناعم وحلو قوي يعني، أحسن من الحاجات السايبة. فده سعره 20 جنيه. دي طبعا بقى بعد كده اللي هي المكرونة والبطاطا برضو لا غنى عنها يعني، أساسي في البيت. ففي احنا بنجيب كذا نوعية عشان بنعمل طبعا يعني كذا أكل. بنعمل ساعات المكرونة البشاميل بتعوز مكرونة معينة. دي النوعية دي ممكن تتعمل يعني بصلصة أو مع الكشري برضو بتبقى طعمها حلو وهي صغيرة مش كبيرة. فدي ب27 جنيه. ماشي. في النوعيات التانية المكرونة دي زي ما انتوا شايفينها كده. دي مكرونة يعني اللي هي المطولة شوية أكبر من التانية. دي ممكن تعملي بيها المكرونة البشاميل عادي، وطعمها بيبقى جميل وخطير وبتبقى متماسكة يعني، مش الصغيرة ممكن يعني ما تمسكش قوي زي دي. دي نوعيتها دي أحلى. دي بكام يا بوت؟ 27. دي ب27 جنيه. فسعرهم يعني حلو. طبعا كيسة كيلو. النوعية التانية طبعا دي نوع تاني برضو، بس دي لسان عصفور بقى يعني، بتعمليها شوربة لسان عصفور برضو. دي جميلة أوي وحلوة. بكام دي يا فلوس؟ 27 برضه. دي ب27 زي الكبيرة بس كيلو دي برضو صح؟ كيلو كلهم. دي بصي الشكل حسيت ان هي اقل من كيلو شوية، عشان حجمها صغير، لكن التانيين كبار فنفشين في الكيس. عشان دي أغلى.
فده كيلو طبعا بكيلو ب27 لسان عصفور. نفس نوع اللي هي المكرونة الفرن. نفس النوع التاني، فنوعها معروف يعني، فحلوة يعني. لما تيجي تتحط حتى لو عملتيها في المكرونات ومثلا في المية المغلية ما بتلزقش في بعضها. فدي طبعا هي أنواع، كلها أنواع مكرونات. بس دي بقى إيه، شعرية. طبعا لا غنى عنها طبعا الشعرية، فطبعا بتعمليها بالرز بتبقى جميلة قوي، وكيس بصراحة بتريح يعني أكتر من أنواع تانية، فجميلة. دي كام؟ 27 برضه. 27 جنيه. بصراحة احنا رحنا وجبنا الحاجات دي والشيء، لكن احنا كنا لوحدينا فكانت تقيلة علينا، فكنت أنا وخلود بقى، عشان كده خلود عارفة الأسعار، فكانت الشيل تقيلة علينا، فالحمد لله يعني وصلنا بالسلامة. حاجة تانية بقى اللي هي المناديل. طبعا مناديل المطبخ، يعني أنا ساعات لما بحمر البطاطس أنا ما بحبش فيها زيت، فالزيت نفسه بيبقى ضرر يعني، بيجيب أمراض يعني كتره، فبحب حاجة تشربها تحت البطاطس وأنا بحطها، وبعد كده بشيلها بتشرب الزيت وبرميها. بطاطس بتنجان، المهم أي حاجة فيها زيت أنا بحب يعني إيه، المناديل تشرب الزيوت بتاعتها، فما تأثرش على الصحة طبعا. فالمناديل دي نوعيتها كويسة قوي، حتى ما بتلزقش لما تيجي تحطي عليها أي حاجة فيها زيت ما تلزقش. أنا جربتها قبل كده فنوعيتها حلوة قوي. فدي طبعا نوعيتها في المطبخ جميلة قوي، فأنا بصراحة أنا جربتها قبل كده لقيتها جميلة. دي كانت عاملة كام مفروض؟ 32 بس بعد الخصم 23. دي كانت عاملة 32 وفي خصومات فعملوها ب23. 23 عليها عروض. يعني عروض بصراحة، لما بيكون في عروض في أي مول وكده فبصراحة ما بتروحي حاجة موفرة. بتاخدي الحاجة اللي هي فيها عروض، فبتوفر معاكي في الآخر يعني حاجات ياما، فبتبقى أسعارها حلوة يعني، ما بتبقاش غالية قوي، لأنك بتاخدي الحاجات اللي فيها عروض أكتر. طبعا جبنا طبعا، انتوا عارفين الطماطم وأسعارها وكده، فحاجة صعبة قوي. الطماطم يعني 40 و50، فبصراحة أنا بقالي فترة ما بجيبهاش. هنا بقى جبنا الصلصة يعني مريحة شوية مهودة. فبكام دي خلوه؟ 33 وعليها عرض بقت ب21 ونص. 33 وعليها عرض بقت 21 ونص. 21 يعني معقولة انت بتاخدي منها وبتسيبها في التلاجة عشان خاطر بعد كده تستعملها يعني، فحلو يعني، سعرها حلو يعني. مش انا قلت دي انا ما جربتهاش، كنت بجرب البرطمانات، فدي نوعية برضو جديدة لقيتها حلوة، قلت اجربها يعني. في بقى الجيلي بقى جبناه، احنا بنحب نعمله بقى طبعا، انتوا عارفين حط في التلاجة ووقت السهرة وكده بتبقى حلو يعني. فده النوعية دي بالتوت فحلو قوي، بالفراولة، تفاح، مانجا، فالجيلي بيبقى طعمه جميل قوي وحلو وكلنا بنحبه يعني. دلوقتي هنقول اسعارها بقى. دي التفاح بكام؟ 13 ونص. ده 13 ونص هي والتوت. هي والتوت دول الواحد 13 الواحد ب13 ونص. فده تخفيض برضو، عاملين عليه تخفيضات فحلوة برضو. بصراحة في الليمونات والحاجات دي بيبقى التخفيضات دي في الآخر بتوفر معاكي مبلغ، بتبقى سعرها بالنسبة للأسعار بره حلوة يعني مهودة. المانجا والفراولة دول ب12 ونص. طبعا الخل أنا قبل كده جبته من بره، ونوعيته بصراحة اللي هو النوعية اللي بره يعني مش حلوة. فالنوعية دي بصراحة استعملتها قبل كده يعني جميلة قوي زي ما انتوا شايفين، النوعية دي جميلة قوي. وبعدين بتلاقي الخل مركز وحلو، حتى لما بتيجي مثلا انا لما بجيب خضرة بحب اغسلها احط فيها شوية خل، حاجة بسيطة 5 دقايق كده وبشطفها. فضل بصراحة الخضرة وبتخليها جميلة، لان طبعا انتوا عارفين ان هو بس برضو مطهر، فحاجة جميلة يعني. طبعا في طبق السلطة لا غنى عنه. مبيطلعلوش شوائب في اللي بره، بتلاقي في حاجات جواه كده. فاكرة ما جبنا قبل كده ازازة ولقينا من تحت جوه بتعمل خيوط بيضة شكلها. لقينا في خيوط بيضة كده تحت كده شكلها غريب بصراحة، انا عرفنا من الازازة ما استعملناهاش تاني يعني الخل بالذات تجيبه نوع حلو علشان يبقى صحي نضيف. الخل يبقى صحي ما يأثرش طبعا لو فيه اي حاجة. بصراحة مش هنقول ده لا غنى عنه ولا ده غنى عنه، وبصراحة كل حاجة لا غنى عنها. الثلاجة دي لازم طبعا تكون فيها اكل وشرب وحاجات من دي كل يوم. فجبنا الزبادي ده برضو عرض، فقلت لكم العروض بتبقى حلوة قوي في اي مول، بتتباع ب8 9 والثلاثة دول يعتبر زيادة عليهم. فبصراحة ما بتحسي انك وفرتي في الزبادي، وفرتي في الحاجات دي، وفرتي كده، فبتلاقي في الاخر في توفير كتير، فبتبقى اسعارهم حلوة مش وحشة. دي كانت عاملة 85 بس عليها عرض بقت 59. يعني دي سعرها بالنسبة هم 12 عاملة 85 صح كله؟ 85 فبقت سعرها كام؟ 59. 59. دي بقى حبايبي الكيسة دي بناتي هم اللي نقوها، فأنا بصراحة
ما بحبش الحاجات الحلوه عشان طبعا انتوا في الاخر طبعا انتوا عارفين السنان، فكده كده بتاثر على السنان كبير وصغير. فروحها في اول حاجه البسكوت ده، مع اننا طالعين من العيد يعني في بسكوتات وحاجات، فجابوا علبه البسكوت دي جميله قوي، هي حلوه بصراحه، انا بحبها بالشاي بلبن. بالشاي بلبن كده لما باكل بسكوت فيها فبتبقى جميله. فهنا زي ما انتم شايفينها كده. دول بيبقوا 6 بسكوتات جواهم. زي ما انتم شايفين 6 بواكي. 6 بواكي يعتبر. هي اما بسكوت سادة. شايفينه كده بسكوت سادة. هو قبل العرض كان 29. من تحت كمان. قبل العرض كان 29، بعد العرض بقى 22. يعني قبل العرض كان 29 بعد العرض بقى 22. بقى 22 برضه في توفير برضه. ما انت عشان تاخدي كذا حاجة في الآخر هتلاقي التوفير عموما يعني بيوفر معاكي جامد. جيلي على شكل لوب، برضه جيلي نوعية تانية بقى شكل دايرة كده مفهوم. واسكتات برضه على شكل سمكة، مش كده؟ ده على شكل سمكة، وده أنواع جيلي برضه. يعني هو كان بكام الأول؟ 23 عليه خصم بقى 19 جنيه. يعني كان ب 23 بقى الخصم بقى 19. برضه حلو مش وحش. وفي التاني النوعية دي برضه كده برضه حلو. ده ب5 جنيه. ده ب5 جنيه. وفي أحلى حاجة ده. في البسكوت التاني اللي هو على شكل السمك ده 7.5 يعني. يا لو برضه عندكم أولاد برضه كده صغيرين فالحاجات دي بتفرحهم أوي، حتى والله البنات الكبار بيفرحوا بيها. ب22 وعليه خصم بقى ب18.5. يعني ده ب22 بعد الخصم بقى ايه 18.5 زي ما انتم شايفين. طبعا العدس الاصفر طبعا لا غنى عنه، حاجه مهمه في البيت قوي، لما يكون موجود لو بتستعمليه بيبقى حاجه جميله قوي. ممكن تعملي كشري مع رز، ممكن شوربه عدس، ممكن اي حاجه يعني. فاحنا هنا جبنا بقى يعتبر زي ما انتم شايفينه كيلو ب50 جنيه مظبوط. كيلو 50 جنيه. فجبنا بقى بالوزن ده وده، وجبنا بقى طبعا الرز طبعا اساسي في البيت. جبنا ده وده 2 كيلو يعتبر، فكيلو ب26 برضه نوعيه مش وحشه. الغله دي انا يعني بس اللي عنده يعني اطفال صغيرين وعندهم انيميا والله يعني الغله دي جميله قوي، او مثلا رفيعين وعايزين يتملوا شويه يتخنوا، فالغله دي جميله قوي. يعني تعملها لهم بليله. تعمليها بليله وتحطي عليها بقى طبعا السكر تتحلى ولبن ومكسرات جوز هند زبيب اي حاجه عندك سوداني. فبصراحه طبق بليله جميل تحفه، وبصراحه لو عملته لهم هيحبوه يعني على طول، فجميل. كركريه بقى جبنا كركريه طبعا يتعمل بقى لا اما بارد لا اما سخن زي ما انتم عارفين. فكيلو كان بكام؟ 170. 170 جنيه. وانا جايه بقى بالمره قمت جايبه شويه خضار برضو للتخزين في البيت يعني. فقمت جايبه البطاطس شايفينها كده مش غاليه بصراحه، رخيصه. كام الكيلو؟ ب10؟ ب10 جنيه يعني مش غاليه، حلوه. وجبنا طبعا البصل زي ما انتم شايفينه كيلو ب10 جنيه. دي حاجات طبعا ايه اساسي في البيت برضو لا غنى عنها. طبعا الفلفل الالوان ده طبعا بصي يعني مجموعه فيتامينات صيدليه متكامله، فبصراحه لا غنى عنه، انا ما بستغناش عنه ابدا، خصوصا يعني بعمله في كل وصفاتي في الفيديوهات، هبقى انزلها لكم برضو في صندوق الوصف. عملت الصدوق الاسكندراني وعملت البشاميل وعملت الشاورما وجلاش يعني بصراحه عامله بيدي طعم حلو بيدي طعم خطير يعني. وبعدين بصراحه اللي عنده انيميا مجموعه فيتامينات كامله يعني جميل وبيدي طعم خطير في الاكل. فان شاء الله هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. طبعا يا حبايبي لو وصلت لحد هنا ما تنسوش طبعا الاشتراك واللايك، واهم حاجه طبعا تصلوا على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فطبعا التوم بقى اساسي طبعا دلوقتي التوم اهو زي ما انتم شايفينه. الايام دي طبعا كله لازم يخزن، كل ما بنزل بجيب جزء واخزنه، لان هو طبعا عايز كميه تخزنيه في البيت، لان ان شاء الله كده ربنا مع الجميع كده، وتجيبي وتخزني توم وتشوف ايه اللي ناقص في البيت تجيبي وتخزنيه. طبعا يا حبايبي دي كانت مشتريات الشهر كده زي ما شفتوا معاكم واحده واحده، الحاجات اللي عليها عروض والحاجات اللي اسعارها مهوده والحاجات اللي اسعارها غاليه، والحاجات اللي احنا كمان استعملتها ولقيتها حلوه او ما استعملتها ولقيتها مش حلوه او لسه هجربها. فدي حاجه يعني معاكم.